يا صباح الخيرات، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ طبعا معلش البخار طالع على الكاميرا. احنا بعمل النهارده ايه؟ بعمل بومبار ضاني. شايفين انا غسلاه وغسلته قبل كده ومصفياه يعني، وقلباه وكحتاه وعامله في كل الشغل اللي هو يعني لازم. هنا بقى جبت نص برطمان صلصه ونص كوبايه زيت، وقطعت قرنين فلفل رومي علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر ياخد طعم منهم كده، علشان بعد كده انزل الرز. كيلو رز عليهم، انا عامله نص كيلو بومبار تقريبا. نص كيلو بومبار ده هعمل له كيلو رز يا دوبك كفايه عليه، مع الحاجات اللي احنا هنحطها لسه، اللي هي شبت وبقدونس وكزبره ونعناع وكده. انا بقى ايه، عشان ماسكه الموبايل بالايد والحله بايد، فمش مالكه اقلب من تحت كويس، اقلبها. بس هنحط بقى معانا البهارات بتاعتنا. هنحط ايه؟ هنحط نص معلقه بهارات اللي هي بهارات لحمه يعني. نص معلقه بهارات، نص معلقه صغيره كده كبيره صيني. هنحط نص معلقه فلفل اسود، نفتح بس البطرمان. نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه قرفه. برضو القرفه دي يعني في المحاشي لابد منها، على الاقل بتخفف اضرار الرز اللي انت بتاكلي نشويات. نص معلقه قرفه. وطبعا ايه، هحلقه دلوقتي بعد ما اقلبه تقليبه كويسه، وبعد كده نضيف البقدونس والشبت والكزبره والنعناع ونشوف هنعمل ايه، واوريكم بعد كده عملنا ايه وهنعمل ايه. اهو انا قلبته تقليبه كويسه. علشان ايه؟ علشان التوابل تختلط، وحطيت الملح طبعا. كل ده مع نص كوبايه الزيت ونص برطمان الصلصه وقرنين الفلفل اللي انا قطعتهم، اللي هم الفلفل الرومي. كل ده اخد تقليبتين 3 مع بعضه. انا بقى هطفي عليه واقطع بقى الكزبره والشبت والبقدونس والنعناع والطماطم والبصل. انا ما حطيتش البصل تحت في التقليه عشان انا عايزه البصل صاحي. يعني ايه صاحي؟ يعني يبقى مش، لو انا حطيته مع الطماطم كده كان دبل. لا، انا عايزاه صاحي علشان ياخد مكان وحيز في البومبار، علشان ما يبقاش محشي قوي. كل ما يكون في فراغات والرز متهوي بعيد عن بعضه، كل ما يفشر كويس ويستوي كويس ويبقى احسن. وكمان يعني يخلي نسبة الرز اللي احنا بناكلها اقل شوية، علشان طبعا كل دي نشويات. ده غير كمان ان خلي بالكم ان انتوا ما تسووش في التسويه بقى. لما نيجي نسويه ونسلقه البومبار، خلي بالكم قبل ما انسى، هقول لكم المعلومه دي، ما تخلوش البومبار يستوي قوي. اقفلوا عليه ني شويه، وبعدين خلوه في الحله وهو مطفي 5 دقايق، هو يفشر مع نفسه كده، وبعدين صفيه علشان ما يبقاش عجين. لازم يبقى الرز يندغ ويبقى حلو كده اهو، مفرفط بعيد عن بعضه. بلاش نعملوه معجون كده يبقى طعمه خلاص ولا ليه لازمه. وهشوفكم تاني ونكمل. ودي الخضره اهي، 3 حزم، حزمه بقدونس، حزمه كزبره، حزمه شبت. وهنا الحاجات اللي انا هقطعها برضو مع الرز، عشان برضو يعني يبقى فيه تفاوت كده، ما يبقاش كله رز كده. جايبه كده 4 5 قرون فلفل رومي، وقرنين فلفل الوان احمر واخضر اهو، احمر واصفر، وبصلتين هقطعهم برضو هقطعهم دلوقتي في الكبه، وحبه نعناع فريش اهم، وطماطمتين كده كبار كده اهوت. ايه هم كفايه قوي جامدين علشان اقطعهم، عشان ما يبقاش في ميه ايه جوه في الرز. كل ده هطحنه مع بعضه، واقطع الخضره واضيف كل ده على الرز ان شاء الله، وابتدي احشي واوريكم هنعمل ايه تاني، وان شاء الله يعجبكم. بصوا بقى، قطعت البقدونس في الكبه، بس الكبه كبيره شويه دي، واخدين بالكم؟ قطعته بصوا شكله، بصوا صغير ازاي، بصوا قد ايه. بصوا شفتوا حجمه متقطع قد ايه. هتلاقي مثلا عرق ولا مش عارفه ايه، كام عرق كده فيه، تروحي منقياهم بايدك. بس ايديك قطعتي وخلصتي. لو لقيتي فيها حاجه طويله، عرق طويل كده اهو زي ده كده اهو شويه، همد ايدي اشيله دلوقتي، ولا توجعي دماغك ولا تقعدي تقطعي. لو انت مش فاضيه ومستعجله زي كده، خلصي على طول، يلا بلاش عطله. يلا هكمل ده معاكم بعد كده، اقطع الطماطم وابقى اجيلكوا تاني. ورجعنا تاني بعد ما جبنا بقى البومبار مصفيينه طبعا وغسلينه وقطعناه خلاص،
والرز بقى حطينا عليه الخضره، 3 حزم خضره، بقدونس وشبت وكزبره وطماطمتين كبار مقطعين صغير وفلفلتين الوان، واحده احمر واحده اصفر، وشويه 5 6 قرون فلفل رومي. وكل الحاجات الجميله بقى اللي عندك حطيها، اللي انت عايزاه تحطيها. وعندي انا افتكرت ان انا عندي بهارات سجق كمان، هحط كده معلقه ولا معلقتين منه واقلبه، واقعد بقى على الكرسي احشي، لان مش معقول واحد هيحشي وهو واقف، هيبقى متعب جدا. وحطيت طبعا بابريكا، هحشيه بقى وافرجه لكم بعد ما حشيته هيبقى شكله ازاي. على فكره ده بومبار ضاني، هيبقى ضيق شويه فبياخد غلبه شويه في الحشو فان شاء الله يعني ارجع لكم بالسلامه. اهو عبيت البومبار خلاص اهو، وسلقته نص ساعه، يعني مش نص ساعه ما تكمليهاش، لا يعني تلت ساعه بالظبط، وتطفي عليه. ولو هو عجالي تسيبيه 5 دقايق او 10 دقايق في الميه. لو هو ضاني بقى يبقى ربع ساعه وتسيبيه 5 دقايق في الميه بس بعد ما تطفي، وبعدين تطلعيه كده في المصفى، وبعد كده هبقى اقليه واوريهولكم. وده بقى شكل البومبار بعد ما استوى واتحمر. شوفوا ازاي شكله جميل، بس هو بياخد تعب شويه ويتاكل بسرعه، ده من عيوبه. وبصوا بقى شوفوا قلبه، بصوا ما شاء الله قلبه عامل ازاي، بصوا الرز مفرفط ازاي. ده عشان كده بقول لكم ما تتكوش عليه في السوا. بصوا منظر الرز مفرفط ازاي، بصوا. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنسونيش في اللايك والشير، واشكركم والى اللقاء.